اعملي اللي بيعملوه المطاعم. النهاردة بصدر فرخة هخليكي تعملي أحلى وأجمل كفتة فراخ. مش بس كده، هنعمل مع بعض سلطة بابا غنوج هتكون طعمها في منتهى الجمال وكمان مميز. كل ده هنعرفه في الوصفة، بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معانا ايه. طبعا هتقدري تشتغلي بأي كمية انت عايزاها، لكن اشتغلت ب 350 جرام من صدور الفراخ. ودي كانت صدور بس لأنها بتكون سريعة في السوا وما بتاخدش معاكي وقت كتير على النار. بنحطها بقى كده، وطبعا 350 جرام ما شاء الله بيعمل كمية معاكي حلوة. تقدري تضاعفي الكمية لو حابة. والنهاردة مش هنضاعفها بأي حاجة، يعني يا دوبك بس هنحط عليها شوية مكونات بسيطة كده هتخلي طعمها في منتهى الجمال. بصلاية صغيرة وهنضربها في الكبة، أنا عايزاها ناعمة خالص، وهنصفي المية بتاعتها. وبرده حباية من الفلفل، سواء ألوان أو الفلفل العادي الرومي بتاعنا. لو من الفلفل الألوان هنستخدم بس نص حباية، وهنصفيها برضو من المية بتاعتها تماما خالص. والمية بتاعت البصل والفلفل هنركنها على جنب. حوالي 4 5 عيدان كده من البقدونس، وهناخد الورق بتاعهم وهنقطعه صغير جدا وهنضيفه. شوية بهارات بسيطة كده لكن هتديها طعم حلو. الملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الفراخ، ورشة كده من الكاري، ما تكتريش علشان ما يمررهاش لكن بيديها طعم حلو. معلقة صغيرة ممسوحة كده من البيكنج باودر، وكمان فص من الثوم. معلقتين كبار من البقسماط، أو ممكن تضيفيهم دقيق لو حابة، بس البقسماط بيكون أحسن. وعلشان الناس اللي ما بتحبش الدهون أو الدهن في الفراخ بالذات، نقدر نضيف معلقة كبيرة من السمنة أو ممكن زبدة. ولو حابة تضيفي ليا أو دهن هتضيفي قطع صغيرة. قلبي المكونات مع بعضيها، وفي الوقت ده لو محتاجة بقسماط تاني تقدري تضيفي معلقة كمان. برضه حاولي تظبطي الملح بتاعك تمام، بيكون ده قوام العجينة. انا هشتغل فيها على طول مش هركنها، لكن تقدري ان انتي تسيبيها في التلاجة لو حابة. المية بقى اللي هي بتاعة الفلفل والبصل هنجيبها كده، وهنضيف عليها حوالي معلقة من الزيت، وكمان رشة من الملح والفلفل الأسود، وهنقلبهم مع بعض كويس وهنركنهم على جنب. والمية هنا لو نسبتها مش كبيرة معاكي تقدري تضيفيلها شوية كمان من المية، لأن هنحتاجها مع بعض واحنا شغالين. هنشكل بقى على طول، تقدري تعمليها كور، تعمليها صوابع. أنا عملتها كده يعني عملتها زي الصابع كده، وبعدين بططتها ما بين ايدي. طبعا تقدري تعملي الشكل اللي انت عايزاه. وهنخلي بالنا كفتة الفراخ كل ما كانت معاكي رفيعة ومش محملة قوي بتكون طعمها حلو، بالذات اللي هي كفتة الطاسة. طبعا نقدر نقول ان الحجم برضو في الاول وفي الاخر في ايديكي. طبعا كنت عاملة حوالي كل واحدة حوالي 20 جرام كده، كانت صغيرة ما كانتش كبيرة. وما شاء الله عملت معايا كمية حلوة جدا. طبعا النهاردة ما حطيناش عليها اي اضافات علشان نكتر الكمية. هي يا دوبك 350 جرام عملت معايا الكمية اللي احنا شايفينها دي. هنعمل بقى سلطة بتنجان كده، مفيش اسهل منها لكن طعمها في منتهى الجمال. كنت شاوية حوالي بتنجانتين كده، اللي هم حبتين من البتنجان الرومي. شويتهم كويس جدا، وبعد كده ضربتهم في الكبة. حابة تقطعيهم بالسكينة يكونوا خشنين كده تمام، لكن ضربها في الكبة بيكون احسن. ضفت عليها تلت كوباية من الطحينة، وشوية كمان من المية، كزبرة، كمون، شوية من الشطة، وهنضيف الملح، وكمان فصين من الثوم. هنا كنت ضفت نص ليمونة، وكمان ضفت حوالي 4 5 عيدان كده من البقدونس، وخدت برضو الورق بتاعهم. هنقلب المكونات مع بعضيها، وهنكون محضرين بصلاية صغيرة، نص طماطماية، وكمان حباية من الشطة. ودي بتخلي طعمها مميز قوي معاكي. قلبي بقى كل المكونات كده وهتكون جاهزة معاكي. لو محتاجة اي حاجة تانية تقدري ان انت تضيفي لها. وده بيكون القوام بتاعها. هنسيبها بقى في التلاجة، يعني هنغطيها ونسيبها في التلاجة شوية لحد ما نحضر الكفتة. طاسة بقى أو جريل على النار، هتضيفي فيه معلقة من السمنة البلدي وحوالي معلقتين 3 كده من الزيت. أول ما هتسخن هترصي الكفتة، وهتكون النار في الوقت ده متوسطة، متخليهاش عالية قوي علشان الكفتة ما تاخدش لون بسرعة وتكون نية من جوه. أول ما بتاخد لون بنقلبها على طول. اللون ده
طبعا في الاول وفي الاخر بيكون بتاعك. حابه الكفته تكون فاتحه تمام، حابه تغمقيها يبقى تمام. صراحه انا بحب اغمقها شويه لان طعمها بيكون احلى. والجريل هنا ما كانش واخد الكميه كلها، فاللي كانت بتتحمر او بتاخد اللون المطلوب كنت بطلعها وبحط غيرها على طول لحد ما بنحمر كل الكميه وبنخلصها. بأكد عليكي ما تحطهاش على نار عالية علشان ما تاخدش لون معاكي بسرعة. اول ما خلاص احمرت بالشكل ده من الجنب ده وده، على طول بطلعها لحد ما بخلص كل كمية الكفتة. بعد ما خلصت كمية الكفتة كلها، فضيت شوية من الدهون اللي كنت بحمر فيها ورديتها للطاسة تاني او للجريل تاني. بنهدي النار خالص وبنحط المية بتاعت الفلفل والبصل وكمان عليهم معلقة كبيرة من دبس الرمان، وبتقلبيها كده من تحت لفوق لحد ما بتشرب كل كمية الصوص اللي احنا حطيناه. صدقيني معلقة دبس الرمان بتنقل الكفتة وبتخلي طعمها فظيع، بتخلي طعمها حلو قوي، يعني بتديها طعم مميز جدا. بنشربها بقى كل الكمية زي ما احنا شايفين كده، كل ما بتشرب كل ما لون الكفتة بيلمع معاكي وبيكون لونه حلو جدا ومميز. كده الكفتة كانت جاهزة معانا. نحضر بقى الطبق بتاعنا كده، وهتجيبي البتنجان وحطي بقى زي ما انت عايزة، يعني شوفي بقى انت الرصة اللي انت عايزاها وفنني بقى في الأكل. طبعا العين بتاكل قبل البق، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل حاجة شكلها حلو. وطبعا بقى تقدري ان انت تضاعفي كل الكميات. ظبطت بقى شكل الطبق، وبعد ما ظبطته كده وسبت مكان للكفتة في النص، طبعا هنعمل فيه اي شكل عشوائي كده بالمعلقة وهنضيف ليه زيت زيتون. طبعا اللي ما بيحبش زيت الزيتون او مش متواجد تقدري تضيفي شوية كده من الزيت العادي. وبناخد الكفتة على طول وبنرصها في النص كده علشان شكل الطبق يكون مميز. وبما اننا بقى في موسم الرمان، جبت شوية كده من الرمان وحطيتهم فوق سلطة البابا غنوج، برضو بيديها طعم حلو. وبكده يكون الطبق بتاعنا جاهز معانا. اتمنى من كل قلب ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله لله هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو اول مرة بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. واكيد لو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا هرد عليك على طول. تسلم عليها كده بقى مع رغيف عيش كده، وتحطي فيه شوية من السلطة وشوية كده من الكفتة، حاجة كده عالمية طعمها في منتهى اللذاذة. جربيها وإن شاء الله هتعجبك. وبكده أكون خلصت الوصفة بتاعتي النهاردة. أشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة على ألف خير.